السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطرة اللي فات هضرنا على إنتاج العسل، قال كيفاش ينحي كمية كبيرة. عطاش الحلول، ما مدش السر، ما عليناش. راح نعطيكم السر أخويا. الخلية اللي تخدم العسل لازمها تكون قوية. خلية ضعيفة ما تخدمش العسل، هذه الحالة الكل يعرفوها. لازمها تكون قوية، وباش تكون قوية لا تكون سليمة من الأمراض. واش هو الأمراض؟ كاين عدة أمراض. كاين الفاروة، الناس كل تعرفها، لازم تعالج الفاروة. تعرف كيفاش تعالج الفاروة طول السنة، وتحسب العدد الفاروة طول السنة، وتعالج وتعرف كيفاش تعالج. الحالة يعرفوها. درك نديرو محاضرة ونعطيهم بالضبط. وما كانش غير الفاروة، بكل تهضر على الفاروة، ولكن كاين سبب واحد اخر رئيسي اللي في انهيار الخلية، وهو الفيروسات، لي فيروس. حتى واحد ما يتكلم عليهم. انهيار الخلية سببها الكبير هو لي الفيروسات. وحنا حين نمدوا السبب ونمدوا الحلول ونمدوا العلاج للفيروسات. كيفاش نعالجوا الفيروسات؟ ربي سبحانه كي خلق النحلة عطاها مناعة قوية باش تنجم تعابر كل الفيروسات اللي تقيس النحلة، ولكن بشرط لازم تكون التغذية تاعها كاملة. مثلا ناخذ في الربيع كاين حبوب اللقاح، وفي الصيف كاين حبوب اللقاح. حبوب اللقاح هذه تختلف، نهضر على لا كومبوزيسيون شيميك دو بروتيين، فيها بروتينات. في الحبوب اللقاح تاع اوائل الربيع يختلف على حبوب اللقاح تاع الصيف. في حبوب اللقاح تاع الربيع كامله، فيها كل الفيتامينات وكل لي زوليغو إليمون. كاين 5 اوليغو إليمون انديسبونسابل، ضروريه. قلنا الكويفر، مانغانيز، فار، سيلينيوم، ولا نسيتو الخامس، ما عليناش. الخمسه هادو يكونوا ضروريه. هادو نلقاوهم في البولان نتاع الربيع، ولكن في البولان نتاع الصيف ينقص واحد ولا ينقص زوج. المناعه تاعها تطيح، والفيروسات تقوى، والخليه تنهار، وما كانش العسل. هاو الحل، هاو من الحلول. قلنا لكم كيفاش راح ديروا كميه كبيره من العسل، نعطيكم الحلول سهله. الخليه تكون في صحه جيده وتبقى لها 10 طول السنه. تنحي العسل في ديسمبر، عندنا في اوائل نوفمبر، درك يبدا العسل المر. الخليه تاعي على 10 نديها بربي ان شاء الله. كي كان الجو مليح نحيو العسل المر. هذه هي عدد الفيروسات المتعلق بالفاروة. يعني نقول مليح، العدد الفيروسات المتعلق مباشرة من الفاروة كاين 69 فيروس متعلق مباشرة مع الفاروة. يعني كي داوي الفاروة تاعك ينقص عدد الفاروة، ينقص العدد الفيروسات هادو ينقصوا. وكاين 17 فيروس وحدهم ما عنده حتى علاقة مع الفاروة. 17 فيروس واحد اخرى مباشرة مع النحل. لازم تداوي النحل تاعك. فوالا.